أستاذنا زبير السعيدي، محامي الرائد علي السرياتي، لما قبلت هذه القضية؟ والله في الحقيقة ساعة نرحبوا بيك في مكتبنا ونعتبروك أنك مساند متحمس للثورة كيفنا تماما، نحن أبناء الثورة. ثم يشرفني باش نمد الأعزاء قراء جريدة الصحافة بما يمكن أن نطلق عليه عبارة اقتناعي بالدفاع على أمير اللواء علي السرياتي المتهم في قضية من صنفت تحت الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتي معناها عقوبة تصل فيها إلى حد الإعدام، واللي في الحقيقة بالنسبة لي يعني السرياتي بريء قبل أن تثبت الإدانة نتاعو. هو راه زميلي انضم إلى وزارة الداخلية بعدي، يعني كنت قبل موجود في وزارة الداخلية، مشنا في نفس الخطة بنسيرة قبل من الرتبة. قبل ما نخليه في وزارة الداخلية ونقدم استقالتي طوعا واختيارا منذ ما يقارب 15 سنة، باش نرجع للمحاماة الذي انتميت إليها أولا وقبل الوظيفة الأولانية، وذلك رفضا مني ضمنيا وعزوفي عن العمل مع رموز للوزارة تأسست في الوزارة ولت أسود في الوزارة، ولم تتوانى عن تأكيد وحماية انحراف بن علي بالحكم. وأخص بالذكر منهم ومش خافي على الناس محمد علي الجنزوعي، محمد شكري، وأيضا الصادق العوني. شكون الصادق العوني ومحمد شكري الجنزوعي؟ ممكن يعرفوه الناس. محمد شكري هذا ولا طوع بناء ليلى طرابلسي وتحمل عدة خطط وظيفية من جملتهم الأمين المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب. أما بالنسبة للصادق العوني فهو الذي كان يمسك المال، والمال هو قوام الأعوان. وأتذكر كثيرا من النوادر التي أدت إلى معناها البوليسية تفقيرهم بجميع المفاهيم، باعتبار أن النفوس اللي كانت في الداخلية عوض أن تصرف الأعوان كانت تتخلص في الماء البات وتتخلص في الجاتو نتاع طرابلسية وتلبس في بن علي، تشيله في الكرافتات من الخارج تقريبا كل جمعة الأمور هذية. والقراء نلفت نظرهم على الكسوة اللي كان لابسها يوم 7 نوفمبر 11 1987 وكان يبيع بها الجماهير، ودي غلطنا. شوفوا لبسته وشوفوا بعد صدق العوني ايش عمل منه في حكاية اللبسة على الأقل اللي نعرفه. هل تعتبر احتجاز السرياتي ثم إيقافه حماية شخصية له أو افتعال قضية ضده؟ بالله زاد قبل ما نجاوبك على السؤال هذايا نقول لك راهو السي علي السرياتي راهو ولد بلادي وبيناتنا ماء وملح، باعتبار انه في الخدمه قداش من مره وتات انه معناها تطويل ساعات الخدمه نفطروا فرد طاوله طبيعه باش نحضروا ملفاتنا. بالنسبه لقضيه الحال اللي تعتبر في الحقيقه هي جزء من تاريخ تونس الجديد، وقع تضمينه بالمختلف الاستنطاقات بتاع المتهمين اللي جابوهم. وبالنسبة لسعد السرياتي في القضية دي فما تداخل برشا في التأويلات السياسية بالتأويلات القانونية، لكن يخليني أن نجزم ببراءته بالنظر إلى أنه الرئيس المخلوع نجح في المراوغة حتى للحظات الحاسمة وحتى للحظات الأخيرة، باعتبار أني مش ندافع على الرئيس يعني في القضية ذي، ومش ندافع على الطرابلسية في القضية ذي ولا ضحايا الطرابلسية كما الأسماء التي أشرت لها سابقا. الشيء هذا اللي يخليني متأكد أنه معناها بالنسبة للسرياتي فما في الملف استنتاقات ماذا بيا تعرضها على القراء الأكارم الكل، وخلي الناس الكل تقرأها وتفهمها، واللي ما يفهمش تو يسأل، أنها خالية من كل وثائق ومن كل تصريحات تدين الموكل الذي لابد من الإشارة. مع ذلك أن الظرف العام والخصوصية التي والحساسية الغير عادية الظرف هذا لهما وزن كبير، وربما الأمر هذا هو اللي عجل إلى حد الآن فقط بإصدار بطاقة الإيداع، وأعتقد أن ذلك سيأخذ الوقت مازال، أنا مش يقعد موقوف، لأنه فما
تشعب كثير وغموض كثير في القرائن الواردة في الإنابة العدلية. ما نقولش في الاستنتاقات بتاع الموكل بتاع السورياتي، نقول لك الإنابة العدلية لأنه تشمل عدة أطراف. بماذا تفسر الكلام الخارج في الصحافة عن القناصة وعلى دفع بن علي للهروب ونسبة كل هذا للسرياتي؟ والله أنا نفضل ديما، ورغم أني وقعت محاولات الاتصال بينا باش نقدموا حوارات في جرائد أجنبية، فما بعض الزملاء مشكورين ونحييهم بالمناسبة هما وافقوا، أنا ما وافقتش. أنا نفضل أني نتصل بالجرائد الوطنية، لأنه اللي باش يصدر عني للجرائد الوطنية أنا نقيمه مبدئيا شهادة يمتزج فيها ذاتي بالموضوع، والهدف بتاعي هو مساعدة من يريد إماطة اللسان بهدف الوصول إلى الحقيقة التي هي من أهم دعائم هذه الثورة. بالنسبة اللي خرج في الصحافة الوطنية ويخص القناصة ولا يخص الأوامر اللي صدرت على السرياتي ولا يخص التخمينات الأخرى، كلها من وحي الفكر، بل أكثر من هذا. بالنسبة للياني التصريح اللي قدمه الوزير السابق محمد رضا قريرة، إذا كان اسمه هكا مازال صحيح في عقلي خاطر من وحي الخيال. وأنا أعتقد أن عملية احتجاز السرياتي وإيقافه بعد المشاهدة للخطاب الذي ألقاه سي محمد الغنوشي ومن خلاله استعمل عبارة مع أنه تولى الرئاسة بمقتضى الفصل 56، كان في الحقيقة دعم من السورياتي بصورة غير مباشرة، لأنه التعليمات بصيفته ولا بخطته مدير عام أمن الرئاسة أنه ما يدخل حتى حد القصر الرئاسي إذا كان الرئيس غير موجود. فبالتالي على السورياتي وفي من خلال الاستنتاقات تتبين أنه عدة نقاط فاق أنه الرئيس يراوغ وشك في الناس الكل إلى آخر اللحظات، مما حدا به باش يدعم سي محمد الغنوشي ويدخل للقصر باش يخطب ويتولى الرئاسة على مقتضى الفصل 56. وهذا في حد ذاته منع تطبيق التعليمات السابقة القابلة بحماية القصر الرئاسي ولو بالرصاص، اللي نعتقد أنه الرئيس المخلوع السابق كان يحب يستغلوا الرصاص هذاك ويوهم الناس أنه دفاع شرعي، ويزيد يكمل إطلاق الرصاص على المتظاهرين في الكرم ويكمل إطلاق الرصاص على المتظاهرين في شارع بورقيبة، بل بالعكس. فما عدو من أعضاء الديوان السياسي في حزب الحاكم المخلوع كان مستعد باش يسيب أكثر من 600 بشر على شارع بورقيبة يقتل الناس، وذا يرفض على السوريات حتى من خلال الاستنتاقات بتاعه ويتبادل إلى الذهن أن نحرك الآليات من الجنوب ومن الوسط لحماية القصر الرئاسي وحماية مقر وزارة الداخلية باش بالآليات وتعزيزها بأعوان الرئاسة دون إصدار أوامر بإطلاق الرصاص، بل بالتأكيد على استعمال المعدات اللي فيها الماء وعندها خراطيم باش يفرق المتظاهرين بالماء. ففين هذه العملية بتاع احتجازه وإيقافه تمت لمصلحته، لأنه أكيد وبالنسبة لي معناها لا أشك فيه لحظة أنه فاق بالمغالطة متاع رئيس الجمهورية والمراوغة وبعده عن الدولة وبعده عن المؤسسات الجمهورية، واكتفى فقط بحماية الطرابلسية حتى في حرقان ديارهم يحط لهم في أعوان الدولة تعس على الديار. التعامل مع الإطارات في القصر الرئاسي ولا كل واحد وحده باش حتى حد ما يتكلم مع الآخر. استعداد الرئيس من هروب بان من اللي يصح الطرابلسية ويحضر لهم في الطيارات العسكرية باش يخرجوا. إضافة إلى هذا قلنا عزم استغلال عملية حماية القصر الرئاسي والتمويل والانقضاض عليها لإطلاق الرصاص على المتظاهرين. المنوب بتاعي العمليات هذه الكل فاق بها وتأكد منها وساعد الثورة ورفض إطلاق الرصاص ورفض التوسط في إصدار هذه التعليمات وفي هذه الأوامر. ما حقيقة القناصة؟ القناصة وردت كما نقول لك إلا في الجرائد لحد الآن عدة قضايا مفتوحة. وأني ولت البارح كنت في القصرين نظر للمحكمة بتاع القصرين ودخلت المحكمة بتاع القصرين لقضاء شؤون تتعلق بملفات عندي في البيرو. فعلى الأقل اللي شفته قدامي 20 عون من الجيش من قواتنا المسلحة، أفراد قوات المسلحة البواسل بالسلاح لحد الآن. الخوف كبير والمعلومات شحيحة إلا في الجرائد. فاللي يكتب أو اللي يحرر
ماذا بينا والجريده اللي نجحت الشيء هذايا. وفما في حتى في الفيسبوك تعدوا فيديوهات يوريو قناصه. هالفيديوهات وتعرف الفيسبوك تو احنا نحييو جماعه الفيسبوك ونحييو الشباب تاع الفيسبوك وهذه ثوره الشباب، ولكن اعتقد زاد في الخفاء انه فما ناس اخرى متهيئه للشيء هذايا بصوره او باخرى بدرجه او باخرى وتستغل الصور والامور هذه في الفيسبوك. صحيح انها ضرر، لكن حتى حد من الناس المختصين ما اجزموا انهم قناصه موجودين في تونس وانهم قناصه تابعين للامن الرئاسي. ويا ريت اذا كان فما يعني الاشكاليه اللي هنا القناصه مش في القناصه موجودين ولا، لانه فما ادله انه موجودين. نذكرك بالمعركه اللي وقعت في ساحه برشلونه نتاع القناصه، وثم فما معارك حقيقيه وقعت بالقناصه وماتوا ناس ماتوا بالقناص. لكن ممكن الاشكال هنا هل القناصه تابعين للحرس الجمهوري او تابعين لجهات اخرى؟ هذا يولي هنا السؤال اصح. اما القناصه موجودين ولا لا، انا واحد من الناس ناكد لك انهم واني معك في التاكيد هذايا، لكن التاكيد هذايا الاجابه نتاعو حسب اعتقادي مش تكون على نصين، نص موجود في وزاره الصحه ونص موجود في الجهات اللي تعمل البالستيك، يعني سامحني في الكلمه، اللي تعمل لونكات، البحث الميداني اللي هو تقوم به اجهزه علميه. مثلا الشرطه عندها الشرطه العلميه، الجيش، الحرس عندهم الامور هذه، يشوفوا الرصاص، يشوفوا النوامر على الرصاص، ويشوفوا نوعيه الرصاص، ومن خلال المصالح المشتركه في الداخليه اللي هي تتولى معناها اصدار الاذن بالتزود بالذخيره هذه من جهات في الخارج معروفه، ووقت اللي تلحق لتونس تعرف وين توزعها، ومن خلال السلاح اللي تلقها نعرفوا ان هي الوحده اللي تلقى. سهل معرفته، سهل معرفته وسهل تفنيده. بالنسبه للعوامل الامن الرئاسي نجم نفندوا لك من توا، باعتبار انه الجرد اللي قام به القضاء بالنسبه للرئاسه تبين معه انه ليس هناك نقص لا في عدد الخراتيش ولا في الاسلحه الموضوعه على ذمه اعوان واطارات الرئاسه تحت اشراف امير اللواء المدير العام سعلي السرياتي اللي هو الموكل بتاعي في القضيه. تبقى نحن نقدموا نداء بالمناسبه لوزاره الصحه تشرح لنا كيفاش سمحت بالدفع للشهداء في الثوره، والتقارير توريهم لنا، ونستأذنوا زاده ونطلبوا من القضاء ومن الجهات المختصه باش تاكد الشيء هذا من خلال زاد التقارير نتاع الشرطه العلميه والشرطه الفنيه او ما يشابهها في هذه المصالح. هنا نتسالوا على العلاقه نتاع ايقاف مالك حنابع العربي والنصره ثم اخراجه، ثم العباد ارتابت في الحكايه. هو ريبه باعتبار انه الاستنطاقات متفرقه والانابه العدليه فيها معناها عده اطراف. العربي نصره كي نرجعوا شويه للمعلومات المتوفره في شانه انه من عنده ولده ما معناها تربطوا علاقه مساهره مع طرابلسيه. الشيء اللي خلى ليلى طرابلسي تحاول تتصل ببعض الوزراء ولم تتمكن، فاتصلت بأسرارها، ويعتبر معناها ولد محمد نصرة أحد أسراره، ويتردد أن الرئيس كان يحب يعاود يتعدى على قناة حنابع المباشرة يخاطب الشعب التونسي. فالأجهزة الأمنية والوطنيين الحريصين على نجاح الثورة، وهنا من الوقت بتاعي ما تنساش وقع إيقاف العربي نصرة لمدة دقائق يقولوا ولا لمدة ساعات، والله ما نعرف بالضبط قديش، أما سمعت كيف المواطنين التوانسة أن العربي نصرة قال ما عنديش علاقة. يعني إيقاف العربي نصرة لمنع الرئيس المخلوع من الظهور بصوته أو بصوته مباشرة في قناة حنابع. أنا أعتقد إيقاف العربي نصرة أنه امتداد للاجتماع اللي صار يوم 14 واللي شاركت فيه الناس اللي تحب تساند الثورة وتنجحها وتقف معها، منهم الناس اللي اجتمعوا في القصبة، ومنهم الموكل بتاعي السورياتي اللي خالف التعليمات ولم يصدر طلقة رصاص واحدة لحماية القصر الرئاسي وإتاحة الإمكانية للمخلوع الهارب باش يرجع وباش معناها يغرق البلاد في حمام دب. هذا التصور. أما بالاستنطاقات اللي موجودة في الإنابة العدلية يمكن الناس تتوصل له بعد ما تقرا مليح الاستنطاقات وبعد ما تقرا مليح الخطوات اللي قام بها الموكل بتاعي من خلال التسجيلات الموجودة، واللي هي فعلا أدلة ومؤيدات ثابتة لا يرتقي